ممكن نسمع في يوم من الايام كده ان الزمالك اعلن افلاسه وخلاص النادي هيتقفل. وارد. ده كلام مرتضى منصور مش كلامي. الراجل امبارح طلع وقال لك شويه حاجات كده غريبه، وطلع في فيديو مجمله النادي افلس وهيتقفل قريب. مفيش في الخزنه جنيه. لكن يبقى السؤال يا مرتضى، وديت فلوس آل الشيخ فين؟ الفلوس اللي النادي خدها والفلوس اللي وصلت للنادي السنين اللي فاتت راحت فين؟ حطيتها في جيبك؟ حطيتها في حسابات عيالك؟ يبقى السؤال، انت وديت فلوس الزمالك فين؟ لكن بكل بجاحه طالع يقول عادي جدا العمال اللي ما بتاخدش فلوس تلم بعضها وتطلع على مكتب ممدوح عباس او مكتب اشرف صبحي اهو قريب مننا. يا مرتضى، انت اللي عملت في نفسك كده. انت اللي هتودي الزمالك ورا الشمس، والزمالك هيبقى من سيء لأسوأ معاك. انت اللي امبارح طلعت وقلت الزمالك اللي جاي له سيء 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 والأسوأ لسه جاي. طبعا لازم نسألك سؤال، مش انت اللي رحت لابنك احمد مرتضى تقول له يا احمد العاب الصالات معاك اهيت، اصرف اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، فلوس معاك، المهم تبان ذكر قدام النادي الاهلي وتشرفني. فابنك احمد عمل ايه؟ راح صرف الفلوس كلها على سيدات الطايره تقريبا، او راح للاعيبه النادي الاهلي قال لهم بتاخدوا كام؟ قالوا بناخد ربع مليون. طيب هديكم مليون او مليون ونص، المهم ممكن اوصل لكم 4 اضعاف اللي بتاخدوه في الاهلي بس تسيبوا الاهلي وتيجوا. طيب لما انت بتدفع الارقام دي، انت دلوقتي بتقول ليه الخزنه فاضيه؟ ما تسال ابنك انت ليه رحت تتعاقد او تحاول تاخد لعيبه من النادي الاهلي وتقول لهم اللي بتاخدوه في الاهلي هنديكوا زيه 4 مرات؟ لازم تسأل نفسك. لازم تسأل نفسك كل صفقة الأهلي بيدخل فيها اللي أنت بتعليها. لما تطلع تعيط لسيف الوزير امبارح وتقول له إزاي نادي الزمالك ياخد 30 مليون كحق رعاية؟ طب ما هو لازم تجاوب السؤال ده. ليه الزمالك قيمته التسويقية بالرداءة دي أو بالحجم ده؟ هل حد بيحاربك؟ لا. بكل بساطة النادي الأهلي موجود قدام المستثمر ونادي الزمالك موجود قدام المستثمر. كل واحد حر في البيزنس، كل واحد حر. مفيش حد حتى لو زملكاوي متعصب هيختار اللي يكسبه. فلو زملكاوي متعصب هيروح للاهلي عشان الاهلي هو البراند اللي بيجيب ملايين. عشان كده هتلاقي حق رعايه النادي الاهلي فلوس انت ما تعرفش توصل لها لان السوق المتحكم. الاهلي مش مجرد نادي بياخد بطولات، النادي الاهلي براند كبير وراه جماهير كبيره قد جماهيرك 3 مرات، تكسب اي براند، تكسب اي مستثمر، تكسب اي شركه. عشان كده لو انت شفت الفتره الاخيره لما فودافون مشت ما جتش للزمالك، لما اتصالات مشت اول مره ما جتش للزمالك، لما وي مشت ما راحتش للزمالك. هل الناس دي لما سابت الاهلي ليه ما جاتش للزمالك اللي هو نادي كبير ونادي ما فيش منه ونادي بيكسب بطولات، بطولتين دوري اخر فتره؟ اسال السؤال ده ليهم. ليه ما رحتوش للزمالك؟ هيقول لك انا لو رحت للزمالك هخسر، سنتي هتبقى وحشه. من الاخر كده هم بيدوروا على اللي يكسبهم. حتى لو المدير التنفيذي نفسه زملكاوي متعصب صدقني هيروح للي يكسبه. نرجع لموضوعنا، هل الزمالك ممكن يعلن افلاسه؟ نتمنى طبعا ويتقفل. لكن مرتضى منصور كل ما يتزنق يطلع يقول لجماهير الزمالك يا جمهور الزمالك انا مش هقدر اصرف، العمال مش هقدر اصرف، ممدوح عباس. وكأن في كل ازمه ممدوح عباس بس هو السبب فيها. ممدوح عباس لما قرر يحجز على احد ارصده نادي الزمالك هو كان حساب واحد، لكن مرتضى اللي خد فلوس من آل الشيخ وخد فلوس لا حصر لها هو وعياله دلوقتي بيقول لك الخزنه فاضيه، وهيطلع يعيط ويقول انا باخد قد ايه. ويطلع امبارح يقول لك ازاي عايزين نكسب الاهلي، ده انا خسران فرق 7 نقط بس، ده انا اتحاد السله باعت لي عايز مني 83,000 دولار ومش عارف اتحاد ايه اللي عايز مني كام. ما هو مرتضى المفروض تدفع، هو الاهلي يدفع وغيره يدفع وانت ما تدفعش. طب الفلوس دي هل هم جايين عليك؟ ده فلوس كلها يعني احقيه تسجيل اي لاعب جديد انت بتدفع قيمه معينه. يعني انت بتشوف عقد اللاعب كام، قيمه معينه بتدفع قدامها. فعادي جدا كان اللاعب الاجنبي يهرب منك لانكم تاريخكم كله على جميع الالعاب الرياضيه الجماعيه بالاخص انتم نصبتوا على اللعيبه الاجانب. اخرهم اللي عندنا هوج انت ناصب عليه. دي قيمتك. عشان كده مفيش راعي هيجيلك. انت لما يجيلك 30 مليون في السنه ده قيمه كبيره جدا بالنسبه للزمالك، لان دي قيمتك الحقيقيه. اوعى تودي عن الجمهور.
يعني لما يقول لك خيار وبتاع، يعني ده جزاتي، ويطلع يشتم فيك كل يوم ويمسح بيك الارض انت كجمهور الزمالك، وتيجي تلوم واحد اهلاوي ولا تلوم اي اعلام ولا تلوم اي حد بيتكلم بيقول ان ناديك وضيع، اوعى تلومه، لان اللي خلى ناديك وضيع فعلا حبك وتمسكك بوجود مرتضى، بحجه ان هو الشخص الوحيد اللي يحمي النادي. لكن فعلا في وجود مرتضى ناديك من ارض لارض عادي جدا، لان دي قيمتك الحقيقيه. فصياحه كمرتضى طرب بجد، انك انت تطلع وترمي كلام ومش عارف ايه. اجمع مجلس الاداره بتاعك اللي هم كلهم قاعدين زيهم زي الكراسي اللي قاعدين عليها. عشان كده انت طالع تقول الاسوأ لسه جاي. نتمنى طبعا. اشوفكم على خير.